أخذنا ملاك هذه العناوين الطارئة، يعني دخل هذه العناوين الطارئة في انقلاب الحكم من الحكم الأولي إلى الحكم الثانوي في نفس الشهر. مثلا لو لم تكن آية ما جعل عليكم في دين من حرج، هل يستطيع الفقيه أن يفتي بحرمة أو رفع وجوب الفعل الحرجي؟ هل يمكن له؟ لا. أو مثلا لو لم يكن حديث معروف لا ضرر ولا ضرار في الإسلام مثلا، هل يستطيع الفقيه أن يفتي بحرمة ما كل فيه ضرر؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأن ضرر الآخرة أشد بأبغى. العقل يحكم بدفع الضرر الأشد، بدفع العقاب الخالد ولو بتحمل الضرر الدنيوي. هذا هو حكم العقل. العقل لا يحكم بدفع الحكم بنفي الحكم الضرري. العقل يقول تحمل أيها المكلف، تحمل الضرر الأقل القليل الدنيوي دفعا للعقاب الخالد. فالعناوين الثانوية إنما نأخذ دخلها في انقلاب الحكم من الأولي إلى الثانوي بنفس الخطابات الشرعية. ومن تلك العناوين الثانية حفظ شعائر الدين وحفظ معالم الدين. فإذا وقع معالم الدين في خطر لأجل العمل بفعل تكون قاعدة الأهمية دليلا لنا يعني على انقلاب الحكم من الحكم الأولي لذلك الفعل إلى الحكم الثانوي. فأما تنفر الاتباع لم يرد فيه دليل بل هو ناقض لغرض التشريع. أو أخيرا سمعت بعضا يقول مثلا بعض العلماء أو بعض أهل الحوزات يعني أن بعض المباحث أساسا لا وجه للدراسة والتحقيق فيه، يعني نفوا ضرورة هذه المباحث، تحقيق والدراسة في هذه المباحث. لماذا؟ قالوا لأنه غير معمول لا يمكن العمل به. ففي المثال مثلا بعض القوانين الدولية الاستكبارية يعهدون مع الحكومة الإسلامية بين المسلمين وبين الكفار، بين الدولة الإسلامية وبين الدولة الكافرة المستكبرة، كمعاهدة مثلا ITF أو معاهدة باليرمو أو معاهدة مثلا بتعبيرنا برجام مثلا، أو أي معاهدة أخرى دونوها يعني أهل الاستكبار، دول الاستكباري، رؤساء الاستكبار دونوا هذه المعاهدات وحملوها على المسلمين، على الحكومات الإسلامية، وطلبوا منه إمضاء هذه المعاهدة. هل إمضاء هذه المعاهدة والتعهد والالتزام بالعمل بهذه المعاهدات جائزة شرعا أم لا؟ نقول تعرضت الآية الشريفة بوضوح كالسرير: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والشيخ الطوسي وقدماء أصحابنا وجميع أصحابنا جلهم أفتوا بهذه الآية على حرمة كل فعل يوجب ذلك الفعل سلطة الكافر على المؤمن. يعني فسروا هذه الآية بهذه العبارة: لن يكتب الله تعالى في دفتر تشريعه قانونا وحكما يوجب العمل به سلطة الكفار على المؤمنين. فحينئذ يستطيع الفقيه أن يفتي بحرمة الالتزام والعمل بكل قانون يوجب العمل به سلطة الكفار على المؤمنين، أو
حرمة الوفاء بالمعاهدات بين الدول المشركة، بين الدول الكافرة وبين الدول الإسلامية. إذا أصل المعاهدة بين الدول الإسلامية وبين الدول الكافرة أمر جائز مسلم بلا ريب بلا شك، كان في عهد النبي موجود، وهذا من المسلمات في الشريعة. أصل المعاهدة بتشخيص الحاكم الإسلامي، بتشخيص الإمام المعصوم، وفي أصل الغيبة بتشخيص الحاكم الإسلامي. ولكن دلت الآية على حرمة الوفاء بمثل هذه المعاهدة إذا كان الكفار المعاهدون ينقصون بالوقيعة والتعييب والتحقير المسلمين، وإذا كانوا مظاهرين لأعداء المسلمين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذه الآية آية سورة الغضب، سورة التوبة. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إلا الذين، إلى أن قال إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم ولم يظاهروا عليكم أحدا، يعني لم يظاهروا أعداءكم ولم ينقصوكم بالوقيع والتحقير، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. يعني شرط مشروعية الوفاء بهذه المعاهدات دلت هذه الآية بالصراحة أن شرط مشروعية بهذه المعاهدات هذان الشرطان. وعلى أي حال هذه الآيات المتعرضة للأمور السياسية كثيرة، فنقول أن هذه يعني هذه الدعوة أن عدم، لكن يقولون أن هذه القواعد هذه الأحكام وإن كانت سيئة يمكن استنباطها من الآيات القرآنية لكنه غير قابلة للعمل. يعني يقولون مثلا الدول الإسلامية غير قادرين على العمل مثله لقهر الاستكبار العالمي، لقدرة الاستكبار العالمي، يلزمهم بأي شرط يريد. فيقولون أي فائدة في طرح هذه المباحث، في طرح هذه المباحث؟ نقول وظيفة الفقيه بحسب رسالته الإلهية أن يبحث ويحقق ويفتي ويدرس ويعلم ويستظهر مر الدين من الآيات القرآنية ويجتهد، وهذا الاجتهاد اجتهاد في إطار الكتاب والسنة، ومجرد عدم إمكان العمل في الخارج بهذه الأحكام لا يكون عذرا لترك البحث والدراسة والاجتهاد عن مثل هذه المسائل المستحدثة الحياتية الأساسية في زماننا المعاصر. فموجز الكلام أن الاجتهاد، تطور الاجتهاد إما يكون بملاكات مشروعة كما كان الدارج والرائج بين فقهائنا على اختلاف مشاربهم ومسالكهم في التطورات الاجتهادية في طول زمن الغيبة إلى الآن، وهناك تطورات غير مشروعة كاستنادهم إلى تنفر الطباع مثلا أو بعض الوجوه الأخرى الخارجة عن قانون الاجتهاد. نعتذر منكم هذا الكلام، وقت الكلام طال في هذه الليلة، إن شاء الله في بعض الجلسات في مواضع أخرى نستعقب هذه المباحث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.